شايفين الجمال؟ أكلة الشتاء اللي لازم تاكلوها، أكلة التدفئة الشتوية. أنا بسميها كده بصراحة. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي هدين، ما تنسوش اللايك والشير. لو عجبكم الفيديو، معايا كوباية من العدس الأصفر مغسول ومش منقوع، والخضار معانا جزر، بطاطس، كوسة، طماطم وبصل وتوم. 3 حبات من كل حاجة من الخضار أنا استعملتهم وقصيتهم بالشكل ده وحطيتهم في الحلة بتاعتي. بدأت أنزل الأول بالبصل. طبعا أنا عاملة كمية كبيرة، انتوا حابين تقللوا الكمية ممكن تقللوها حسب الرغبة بتاعتكم. تمام، يعني أنا بحب صراحة طول ما أنا قاعدة أشرب في العدس ده لما بعمله، يعني صبح وبليل ومغرب وعشاء لازم أفضل أشرب فيه. نزلت بقى بالعدس بتاعنا، ونزلت بكوبايتين كبار من المية بحيث ان انا اغطي الخضار، يعني حطي مية لحد الخضار ما يتغطى. معلقة كبيرة بقى من الكمون ومكعبين من مرقة الخضار. ما حطيتش دجاج، ورفعتهم على النار في طاسة بقى او في حلة او في كسرولة. حطينا شوية زيت، وتعالوا نقطع العيش بتاعنا. قطعته مكعبات كده لان انا بحب اكل شفتوا اكل دي، بحب اكله بالعيش. تمام، قلينا بقى العيش في الزيت. بس خلي بالكو العيش هنا اللي انا استعملته عيش لبناني، وخلي بالكو ما بيقعدش يعني ما بيقعدش كتير في الزيت، فخلي بالكو تفضلوا تقلبوا فيه، ما تسيبوهوش وتمشوا لانه بيتحرق بسرعة. بعد كده شايفين اللون اللي احنا وصلنا له ده، قفلت بقى النار وطلعته في الصاج بتاعي او في بايركس او في اي طبق. سامعين الخرفشه؟ تحفه. يلا بينا بقى، العدس بتاعنا استوى والخضار بتاعنا كله نضج تماما. نقلناه في الخلاط بتاعنا، بس يفضل ان هو يهدى شويه، مش يكون سخن خالص، علشان لا قدر الله الخلاط بتاعك ما يفرقعش. ضربناه ونقلناه تاني في الحله بتاعتنا ورفعناه تاني على النار، وهنديله كده يعني ايه غلوتين. يعني اول ما يبتدي يبقبق هتبتدي تقفلي عليه وتحطيه في اطباق التقديم. بس قبل بقى ما نقفل عليه، انا بحب اضيف له كريمه، وبحب اضيف له قشطه يا اما سمنه. انا هنا ضفت له معلقه كبيره من السمنه الفلاحي، وما حبيتش ان انا اضيف الكريمه او القشطه في الاول. حبيت اضيفها في كل طبق يعني احطه اضيف فيه بقى الكلام ده، علشان يبقى متنكه كده ويبقى طعمه رهيب. هنا انا غرفت ليه بقى، حطيت طبق كده مليته محترم، وزودت له برضو معلقه سمنه كبيره فلاحي. انا من عشاق السمنه، يعني بحب كده استمتع بطعم السمنه في الاكل. ومكعب كبير من القشطه. عندك كريمه حطيه، عندك قشطه حطيه، وقلبي بقى. وانا بقلب كده اتهورت وعادي جدا. قلبي بس شويه كده بحيث ان القشطه كمان تدوب. ويلا بينا بقى، استنوا ادوق الاول وبعدين بقى نجيب العيش ونحطه وناكل ونتلذذ. الله على الجمال، ما شاء الله، تحفه. السمنه والقشطه نقلوا طبق العدس، شوربة العدس في حتة تانية خالص. حطينا بقى العيش. انتوا ممكن تعملوه كمان بلسان عصفور، يعني ممكن تحطوا فيه لسان عصفور تحمروه بره وبعدين تنزلوه جواه يستوي شوية وبعدين تقدموه عادي جدا اللي يريحكم. انا هنا بقى كنت قاعدة عمالة اتلذذ واكل. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفاء انتظروني بإذن الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.